الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يختتم تدريباته اليوم على ملعب المباراة استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي. غداً الأحد يذكر أن مباراة الإياب سوف تكون يوم 19 مايو الحالي على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم لقب البطولة، وذلك على هامش المران الختامي لمباراة الزمالك غداً أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة في فريق الزمالك على تفقد الملعب الأولمبي بمدينة بركان المغربية الليلة. يذكر أن مباراة الإياب سوف تكون يوم 19 مايو الحالي على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم لقب البطولة، وسبق ولعب الزمالك على هذا الملعب عام 2019 في نفس الدور، ومباراة الذهاب